تخيل يا عزيزي الشاب طولك 140 سنتيم وتتلاطم ويا واحد طوله 240. شحنتي عملاق درنه. بعد ما توفى النبي موسى عليه السلام ب 460 سنة بنو إسرائيل قاموا يتشفصون هواي، رجعوا يعبدون الأوثان، تمثلت شرب عربدة نسوان. يوم من الأيام غزاهم ملك اسمه جالوت. جالوت الشحنتي هذا كان عملاق من الأقباط، طبلهم حمسهم حمس، لا بقى نسوان لا أطفال، حتى من بيوتهم طردهم. الله بعث بيهم نبي اسمه سامويل، كالعادة كذبوا. شنو نبي؟ يعني وين معجزاتك؟ سامويل قال لهم بابا شو تريدون مني؟ لولا يابا هذا جالوت دمرنا، نريدك تدعي ربك يدزلنا ملك قائد حتى نطب الجالوت نرجع لهن. قال لهم ايه هذا طالوت الملك مالتكم. اريدك تركز بشغله، عندنا شخصيتين طالوت وجالوت، طالوت الزين وجالوت المو زين، متفقين؟ متفقين. طالوت كان راعي غنم، بس الله مطيفه بنيه جسديه وانسان ذكي حيل، بس كان فقير ماديا وفقير النسب. قالوا له يا طالوت هذا لا درهم لا عانه لا اصل لا فصل، هاي شنو هاي؟ احنا احق من عده. سامويل قال لهم بابا انتم مو تريدون تغلبون جالوت، تبعوا هذا وتغلبون جالوت. ما عندهم غير حل، قالوا له يلا عمي. 80,000 جندي من بني إسرائيل راحوا يا طالوت. ذول بني إسرائيل كلاوتشية كلها تصيح وينك يا قلت هذا أنا، بس بالمعركة كل شي ماكو. فطالوت قرر يسوي لهم امتحان بسيط. بأثناء الطريق العالم كله عطشانة والدنيا حارة، فشافوا نهر. طالوت قال لهم يابا هذا النهر ايش قد حلو، دا تشوفوه ممنوع واحد يشرب منه. قالوا له شنو؟ 76,000 واحد شرب منه، يعني 76,000 واحد ما سمع كلام. أول دقة طالوت درى ما بيهم هده. وصلوا للمدينة، نزل جيش جالوت، جيش عظيم مسلحين وتجهيزات وعمالقة. وقف طالوت عليه السلام اندار لقى جماعته بس 300. هاشم أبا هذا جيش جالوت ايش كبره دا تشوفوه، بس تقتلون جالوت كلها تنهزم. منو يبرز القتال؟ جالوت، واضمن له الجنه واضمن له النصر. كلها ساكته. يلا هسه جايين جالوت، ما يخالف رتب لنا الحكي. ثاني دقه قام لهم الفحل. فدوى العينه بداوود شاب عمره 17 سنه، فدوى القلب طوله 140 سنتيم، بالميدان يتمشى. وقف قبال جالوت قال له انت وسيفك وطولك واني الله وياي وهاي المصيده بيدي انا داوود. تخيل بنص المعركه وبنص الزلم وقدام العالم كلها تباوع. جالوت ظل يستهزئ بداوود. داوود صعد عند الغيط، يذكرني بذاك الزلمه، ركض عليه قال له ده تعال، شفته سوى راسه اثنين. العالم كله صافنه. هاي شنو السالفه؟ جيش جالوت كله انهزم، كلها صاحت الله اكبر النصر لنا. طالوت قال لهم يا نصر لنا ومخليها سكته. كم واحد بيكم شاف القصه مألوفه؟ مألوفه عليك مو؟ طيب ذكرك بشغله، يلا في مال الله.